واش وصلنا لواحد الزمان اللي الصالح كيضحكوا عليه والفاسد كيصفقوا عليه. القصه تاع التعلم اللي ضحك على اخوه وجر مع الغابه كامله التهلكه. في واحد عبره زوينه، واحد التعلم يعني ما به، هو يدوز في الغابه وطيح عليه واحد الحجره وتقطع عليه الديل ديالو. بالصدفه جات واحد التعلم اخر حداه، هو يسول اش واقع، علاش قطعتي الديل ديالك؟ هو يجاوب داك التعلم بماكر هو مبتسم، قال الحمد لله تخلصت منه بالاراده ديالي، احساس زوين، كنحس براسي حر بحال شي طير في السماء. الاحساس ما نقدرش نوصفو لك، خاصك تجربو وتشوف. التعلم الاخر هو يتحمس، هو مشى قطع الديل ديالو، ولكن اول ما دارها هو يحس بواحد الالم كبير ما فيه لا متعه لا حريه. هو يرجع سولو قال لي علاش جبتي عليا؟ هو يقول لي كون قلت لك الحقيقه باقي التعليم ما غاديش يديروا حالي وغيشوفوني وغادي يضحكوا عليا. وكبداو كيروجوا الكذبه ديالو في الغابه، اللي قطع قصديدو لا فيها حريه ومتعه، واحد بواحد تضرب الغابه كامله. ولكن المقارنه الكبيره هو انه كل ما شافوا شي تعلم باقي محافظ على قصديبته كيستهزئوا به وكيضحكوا عليه وكيرجعوه هو الغلط. واش ما فكرتكمش هاد القصه بشي حاجه؟ واش ما ولاتش الدنيا ديالنا بحال هاد الغابه هادي اللي ولاو كيضحكوا على الصالح بصلاحو وكيسحقوا الفاسد بفسادو؟ خلي لي الراي ديالكم في التعاليق، واش بصح ولا في زمان التعريف. وما تنساش ديروا متابعه اشتراك باش ديما توصلوا من جديد، وبارطاجي فيديو مع اللي كيهمكم. السلام عليكم.